سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله فيديو اليوم تلقاكم بصحه جيده. مرحبا بكم معايا في قناتي وصفات سدرة. فيديو اليوم ان شاء الله راح يكون وجبه صيفيه بامتياز اللي هي ميني ساندويتش بخبز البانيني اللي توجد في وقفه وما تشدش كامل الوقت. تابعوا معايا طريقه التحضير وما تنساوش تصلوا وتسلموا على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانتي اللي دخلتي جديده لقناتي فعلي الجرس ليصلك كل جديد وما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا عندي ريسيبيون راح نحط فيه كاس حليب دافي ونضع فيه ملعقه كبيره من الخميره وملعقه كبيره من السكر. ملعقه الخميره تكون ممسوحه شويه. هنايا نخلطها مليح مليح حتى يمتزجوا كامل المكونات، ومن بعد راح نضيف لها ربع كاس من الزيت. نخلط هذاك الزيت مع الحليب حتى يتجانسوا المكونات مع بعضهم ويدخلوا مليح، ونبدا نزيد في الفرينه بشويه بشويه. هنا راني راح نزيد الفرينه، نزيد ملعقتين او 3 ونحركهم مليح حتى يتشكل هنا عندي خليط متماسك. هنا في هذه المرحله تحبوا تغطوا هذا الخليط وتخلوه يتفاعل ومن بعد تعاودوا ترجعوا ليه. هنا كنت شويه مزروبه في الوقت، يعني خدمت على مره. هنا ضفت ملعقه من الملح وملعقه صغيره من خميره الحلويات. خميره الحلويات هي اللي تعطيها هشاشه وقوام لهذاك الخبز تاعنا. ولا هنا راح نستغنى على هذا لافوي وراح نستعين باليد. هنا نبقى نزيد في الفرينه بشويه بشويه ونعجن فيها حتى تنشف كامل ونتحصلوا على عجينه تكون طريه متماسكه، يعني ما تكون جاريه وما تكونش يابسه. ما يبسوش هنا العجين باش يجينا الخبز تاعنا طري وخفيف. فوالا كيما راكم تلاحظوا هنايا تميت نزيد في الفرينه حتى تشكلت عندي هذه العجينه بهذا الشكل كيما شفتوا هنايا طريه وما هيش تتلاصق في اليد. راح نغطيها ونخليها بجهه تختمر. نروحوا هنا الى الحشو. عندي هنا نصف صدر من الدجاج مطحون، وعندي نصف بصله مرحيه، كميه من المعدنوس وملعقه من الموتارد، ملح، فلفل كحل والكوري، ونعجنها مليح مليح ثاني حتى تدخل المكونات في بعضها. الملح ما تنساوش الملح. هنا تحبوا تزيدوا صفار بيضاء اذا خفتوها يعني تتحلكم في المقله، او تزيدوا لها لا شابلور. انا ما زدت لها حتى حاجه كيما شفتوا هذوك المكونات فقط وما تحلتش عندي في المقله. دوك تشوفوا هنا راح نشكلها كفته، يعني هاك الى كرات او خبيزات صغار، نتوما تتحكموا في الشكل كيما حبيتوا. انا شكلتها هنا الى خبزات صغار كيما راكم تلاحظوا، وراح نحطهم في الكونجيلاتور يريحوا باش يتماسكوا مليح. فوالا هنا بعد ما شكلتهم راح نضعهم في الثلاجه في الكونجيلاتور باش يتماسكوا مليح. نرجع هنا الى الخبز تاعي. هنا بعد ما اختمرت العجينه كيما راكم تشوفوا ضعف حجمها، راح نحمل الريسيبيون ونشكلها. راح نقطعها ونشكلها الى كرات. هنا نتوما تتحكموا في الشكل، تحبوهم كبار تحبوهم صغار. انا هنا هذاك البولات اللي حليتهم زدت قسمتهم على 2 وشكلتهم كرات صغار وحطيتهم كيما راكم تلاحظوا. ونبدا هنا نشكل في الخبز تاعنا. هنا نحل العجينه على شكل بيضاوي ونحلها مليح مليح بالحلال، وكيما شفتوا نبقى نرولي فيها بشوي بشوي. والاهم هنايا اني نضغط مليح مليح باش ما تحلش عندي في الفرن. الفيديو يوضح كلش. فوالا هنايا عاودت معكم واحده اخرى ثانيه. هنا نحلها على شكل بيضاوي ونبقى نرولي فيها الى الاخر، ومن بعد نضغط مليح مليح. هنا راني قربت لكم الصوره. نضغط مليح مليح باش ما تتحلش عندي. نخليها تختمر بيان لمده نصف ساعه تاخذها معكم او اكثر. مهم هنا يعني في الخبز باش ينجح معنا لازم يختمر باش ما يجيكمش معجن. ومن بعد نضعها في الفرن يكون مسخن من قبل. راح تاخذ معايا 10 دقائق بالكثير. هنا راح نوجد معكم صوص الجيريان كيما كامل تعرفوها، كيما كامل يعني نتوما تتحكموا في المكونات اللي فيها 4 ملاعق من المايونيز وملعقه صغيره من الهريسه. حطيت فيها شويه بصل، شويه كورنيشون وملح وشويه فلفل كحل وشويه عصره قارص، وراح نمكسيها مليح مليح بالبرا ونضعها جانبا. نرجع هنا الكفته تاعي راح نقليها. انا حطيت الزبده وشويه زيت، يعني ما تكثروش، وراح نشويها على الجهتين. هنا خلوها حتى تتماسك مليح مليح مع السطح الاول، ومن بعد نروحوا نقلبوها كيما راكم شفتوا. هنايا بدات تاخذ معايا داك اللون الذهبي، ونخلوها على نار قليله باش تطيب مليح يطيب هذاك البصل، وما نزيدوش عليها النار، ما نقووش عليها النار. فوالا هنايا راهي طابت معايا كيما راكم تشوفوا خذات اللون المحمر الذهبي. هنايا الخبز تاعنا هو طاب ووجد كيما راكم تشوفوا.
نتوما طيبوه على بياض شويه. انا هنا الفرن كان ساخن جدا يعني راح تحمر لي شويه. هنا طريقه المونتاج كما راكم تلاحظوا. شوفوا الخبز تاعي جا يعني خفيف وهش. هنا راح نقسم الخبز على 2. نحاول نحلها مليح مليح بيدي، نستعين بيدي ونضع هذيك لاصوص اللي حضرناها مع بعض، نضعها كطبقه. وراح نضيف هذيك الكفته، راح نقسم الحبه على 2. هنا الخبز صغير ما تجينيش حبه كامله. تحبوا يعني تشكلوها دي بولات صغار وتحمروهم مليح، طيبوهم وتحطوهم هك يعني تحت تعطيكم منظر مليح. ونضع هنايا الجبن رابي، فرماج رابي. هنا استعملت عندي شويه موتزاريلا ومع الشيدر. كما تقدروا تستعملوا جبن الساندويتش هذاك اللي يجي كاري، تقسموها على 2 وتحطوها من الفوق، يجي احسن ويجي ابهى في المنظر. انا ما كانش متوفر عندي، هذا هو الجبن اللي كان متوفر عندي. هاكو جات بنينه وجات مليحه وعطات منظر شباب. فوالا هنايا نفس الخطوات راح نستعملهم كامل في لي ساندويتش تاعي. نضع اللاصوص من تحت ونضع الكفته اللحم تاعي ونزيد الجبن هذاك اللي رابي. هنايا بعد ما كملت كامل هاد لي ساندويتش تاعي بهذا الشكل، راح نحمرهم فوق هذا الطاجين تاعي اللي فيه خطوط. اللي عندها البانيناز تحطهم فيها حتى يتشكلوا هذوك الخطوط ويذوب معنا هذاك الجبن شويه، يذوب معنا. فوالا كيما راكم تلاحظوا راني نضغط شويه هنايا بيدي. دائما تكون النار قليله، دائما خلوا النار قليله باش ما يحترقوش معنا. فوالا كيما راكم تلاحظوا هنايا راني نضغط عليها بهذه الملعقه ويزيد يذوب هذاك الجبن معنا. فوالا هذه هي بعد ما فاتوا يا ربي 4 دقائق هكذاك. شوفوا هنايا راهي تحمرت مليح من الفوق. على ذيك قلت لكم طيبوه على بياض الخبز. تشكلوا معايا هذوك الخطوط وبدا يذوب هذاك الجبن، راح يعطي منظر شباب. وصلنا الى الختام وهذه وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وضروري انكم تجربوها لانها جات تحفه وجات بنه على بنه. وما تنساوش تدعموني بالجيم والبارطاج لهذه الوصفه مع العائله والاحباب. دوك نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في رواحكم، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.